بصوا البنت الفلاحة المصرية، البنت الفلاحة الدلتوية مصرية القرن ال21، نقائها الجيني والعرقي يصل لنسبة 97%. الدكتور محمد عبد الهادي من فترة اتواصل مع الفنانة رحمة حسن، وده بخصوص ان هم يحللوها جينيا، وبالفعل تم التحليل ليها جينيا، واخيرا ظهرت النتيجة. القرابة الجينية والتشابه بين الفنانة رحمة حسن وبين المصريين الحاليين تصل لنسبة 97 و58%، وخصوصا سكان اسكندرية والجيزة وبني سويف والطنطا. خلوا بالكم من دي. ونسبة القرابة الجينية والتشابه ما بينها وما بين المصريين القدماء سكان وادي النيل تصل لنسبة 87%، وبرضه بتحتوي على 8% من العرق النوبي. برضه عندنا نفس الحالة من الوسط الفني، الفنان أشرف عبد الباقي اللي طلع في برنامج وصرح ان هو عمل تحليل جيني في أمريكا، وطلعت نتيجة التحليل انه عنده قرابة جينية وتشابه مع المصريين الحاليين بنسبة تتراوح من 97 ل 98%. وده طبعا غير العوام من الشعب المصري من أول اسكندرية لغاية أسوان اللي عملوا تحاليل جينية، وكانت نسبة نقائهم الجيني والتشابه كانت بتصل من 90 لغاية 98%. ستوب يا ابني، يلا بينا مع بعض نسمع المقرر. الشعر الملون، العيون الملونة، البشرة الفاتحة، كل ده نتاج الاحتلالات والهجرات اللي عدت على مصر. بالرغم ان كل دول العالم عدى عليها احتلالات، وكل دول الجوار المصري برضه عدى عليها احتلالات، ولكن مصر هي الوحيدة اللي بقت مختلطة جينيا. ومفيش حاجة اسمها نسيج وطني مصري ولا اغلب المصريين دول احفاد المصريين القدماء. لا 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 لا، المصريين القدماء كانوا شوكولاته زي ما قالوا كده اخواتنا الافرو. وايه كمان، عندك برضو المصريين الحاليين دول عرب وبقايا يونان وطليان واي حاجه. يعني اهم واحده بقى، دي اهم واحده، ركزوا معايا عشان تحفظوا كويس، ان التحاليل الجينيه دي حرام، وان نتائجها دي غير معتمده وغير معترف بيها، وان علم الانساب حلال 100%، وكمان نتائجه صحيحه 100% ولا يمكن التشكيك فيه اطلاقا. الخلاصه ان المصريين الحاليين هم احفاد المصريين القدماء، والفلاحات المصريات طول عمرهم جميلات، وطول عمرهم من اجمل نساء العالم. انا بعتبر في وجهه نظري ان هم اجملهم، فما تخلوش اي حد ايا كان على جهل ينتزع منكم هويتكم واصلكم، وترموا وتستغنوا عن اهم حاجه احنا بنملكها كمصريين، هو اننا مصريين. وكان معكم حراس قبط مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.